عارف هي ايه اكبر صدمة ممكن تقابلك في حياتك؟ مش ان الامتحان يجي صعب او ان الوقت ما يكفيش. الصدمة الحقيقية هي انك تكتشف يوم النتيجة انك كنت تقدر، بس انت اللي استخسرت في نفسك المجهود. وانك تكتشف ان الوحش اللي انت كنت خايف منه طول السنة اللي هو الانجليش كان مجرد شوية تريكات لو كنت ركزت فيها كنت قفلت المادة. وانت حاطط رجل على رجل، ايوه زي ما بقول لك كده، وانت حاطط رجل على رجل خلاص وقت الدلع خلص، ووقت هبدأ من بكرة انتهى. احنا النهارده في مراجعة الصدمة ذا شوك هنفرد كلمة. هصدمك ان الفوك والجرامر ده اللي مش منيمك هو عبارة عن شوية مكسرات يتقرقشوا كده قرقشة، واقول لك كده فكك من الجمل اللي هم حطوها بالتنان. وهصدمك بان السكيلز بما فيه الاس والباراجراف والبلوج والجورنال هما اضمن درجات هتبقى في جيبك. وهصدمك كمان بمستواك اللي هيتحول من ضايع لواد صايع، وفي الامتحان هتقول لي الدرجات هات. والسؤال مش هيكون هنذاكر قد ايه، لا السؤال هيكون هنذاكر ازاي. ودي بقى هي حبكة نظام البشوات. عايز اقول لك ان الفرق مش في الذكاء، الفرق يا صديقي في الطريقة. عشان كده مراجعتنا اسمها ذا شوك الصدمة. الصدمة هي ان الاسئلة اللي انت شايفها صعبة هتبقى اسهل حاجة بالنسبة لك في ورقة الامتحان، وده دورنا احنا. مراجعتنا هتبدا 2/5. انا عارف انك هتقولي متاخره، بس ده ليه سر ومين يكتشفه يا ترى. وهتخلص يوم 13/6، يعني احنا كده بنتكلم في 50 يوم تقريبا. بس خلي بالك مش هتشوف فيهم طعم النوم. لا تقول لي امبارح قصرت ولا بكره ممكن لنفسي قالوا. بعد مراجعتنا نام واتغطى وال60 في جيبك هتكون. بص يا سيدي، عندنا في المراجعه هينزل لنا 3 محاضرات في الاسبوع. طب ليه يا مستر 3 محاضرات مش كتير؟ لا عشان انا بحب اقسمهم لك عشان ما يبقاش الوقت بتاع المحاضرات كبير. طبعا انا مستر ما كنتش متابع من اول سنه انجلش، هيرضيك كل حاجه، هينزل لك حاجات شرح تفصيلي لكل حته في المنهج ما تخافش. وفي فيديو تاني هينزل كده سمري ملخص لكل اللي في الوحده مهم جدا، بحيث انت عايز تسمع السمري براحتك، عايز تسمع كل الشرح بالتفصيل براحتك. الداتا اللي هتتحل داتا كافيه وافيه، فيها ملف جوه المذكره باسم المذكره اسمه الصدمه. الملف ده هيعجبك جدا جدا جدا. ليه؟ فيه هو زيتونة المنهج. طبعا مستر السبت هتبقى محاضرة دسمة، الاثنين دسمة، الاربع بقى ده هيبقى اليوم الجميل بتاعك. لو عندك حاجة متراكمة هتجيبها. هيبقى في امتحانات كمان على كل وحدة، خلاص الكويزز هيبقى فيه 2 كويزز مش كويز واحد بس. قبل كل محاضرة هيبقى فيه 2 كويزز. طبعا مستر الامتحانات على كل وحدة بعد ما نخلص ال3 وحدات نمتحن على الربع، بعد كده كل 6 نمتحن على النص انصون الى اخر. طب الداتا مستر فيها كل مصادر الكتب الخارجيه، بس اسئله منتقاه بشكل دقيق جدا كده، انت مش هتحتاج اي حاجه. طبعا مستر الازهر هنعمل حسابه، طبعا الازهر ليه ركن كده في الاسئله بتاعته الخاصه بيه. طبعا مستر هيبقى فيه اسئله امتحانات سابقه، طبعا هيبقى فيه اسئله امتحانات سابقه، وده هينزل كمان ملف هيبقى لوحده. وكمان اوعى تنسى من يوم 13/6 لغايه 20/6 هينزل لك كل الامتحانات العامه بما فيها الامتحانات الاسترشاديه، وهتنزل تمتحنها معايا جوه السنتر. لو انت من باقي المحافظات هتبقى اونلاين. طب هتنزل يا مستر في اليوم الواحد كام امتحان؟ هننزل امتحانين، او لو انتوا طاقتكم تجيب هننزل 3 امتحانات عامه. يعني ما تخافش، عاملين حسابك في كل حاجه. ما تقلقش ولا تخاف، سيبها على ربنا والدنيا هتمشي احسن من اللي انت عايزه. سلام.